السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى جميع الإخوان والأخوات يلقاكم هذا الفيديو بخير وفي أفضل خير وبصحة جيدة يا رب العالمين، ثم وكافة الأهل والأحبة ومعز عليكم. ونتمنى الجميع تكونوا بخير وفي أفضل خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. واللي عنده شي أمنية وشي حاجة الله يحقق عليه والله يعطيكم ما كتمنوا في حياتكم. قلت اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحضر الرفيسة العمياء بطريقتي الخاصة، وقلت علاش لا ما نشاركاش مع خواتاتي العزاز ومع خوتي، ونتمنى تعجبكم الطريقة ديال التحضير. ونبداو على بركة الله. بسم الله. كيف ما كتلاحظوا يعني عندي 6 حتى 7 ديال الفص ديال البصلة مقطعة كيف ما كتلاحظوا، يعني الشكل طويل أو متوسط المهم. كناخدو بالنسبة للدجاج أنايا خديت واحد الصدر كيف ما كتلاحظوا، وخديت كنحيدلو كاع داك الجلدة وداك الشي، وعندي المهم هاد الطريفين هكا ديال اللحم ديال الدجاج. المهم الدجاج كيبقى نتيا وأفراد العائلة اللي عندك، بغيتي ديري دجاجة بغيتي ديري غير طريفات نتيا واللي حبيتي. بالنسبة للتوابل، التوابل عندنا الإبزار، سكينجبير، خرقوم، بابريكا، راس الحانوت، قرفة مطحونة وقرفة عويدات، شوية ديال السانوج وشوية ديال الملح، شوية ملون غذائي، واحد النجيمة راها معروفة داك النجيمات عند العطار، تلفت لي السمية ديالها ولكن راهم نجيمات باينين. بالنسبة كنضيف واحد الراس ديال الثومة مقطع رقيق كيف ما كتلاحظوا، واحد شقيقيله فيها العدس منقي، وواحد شقيقيله فيها الحلبة منقية، قزبر ومعدونس. ومن بعد كيف ما كتلاحظوا كنضيفوا داك كامله داك البصل. غادي نضيف زيت الزيتون، وغادي نضيف زيت المائدة، وغادي نضيف واحد الراس كبير ديال الثومه اللي غادي نحاولوا نخليه هكا بهذا الشكل هكا. بالنسبه للقرفه راني ضفت يعني قرفه عويدات وقرفه مدقوقه. كنتمنى نكون واضحه في التوابل. غادي نحاول نعاود لكم التوابل. عندنا الابزار، سكينجبير، خرقوم، بابريكا وملح، شويه كمون، شويه ديال القرفه مدقوقه، شويه دراس الحانوت، شويه ديال النجيمات واحد الحبه، وشويه ديال السانوج، قليل من ملون غذائي، قرفه عود، زيت الزيتون وزيت المائده، شويه ديال الحلبه، راس ديال الثومه مدقوق يعني رقيق، واحد 7 ديال البصلات مشلضين، واحد راس الثومه كنديروه هكاك، شقيقله فيها الحلبه منقيه، وشقيقله صغيره فيها العدس منقيه. كنضيفوا زيت الزيتون وزيت المائده، كنوضعوا هذا الشيء من فوق النار مهيله. كنحاولوا نضيفوا واحد نص كاس ديال الماء باش ما كيتحرقولونش داك التوابل اللي وضعناهم من التحت، ونقصوا العافيه ونخليو هذا الشيء هذا كيتشحر على نار مهيله على خاطرو. وغادي ندوزو المرحله الثانيه. كيف ما كتلاحظوا راني غادي نحاول نقص البوطه وغادي نخليها تقلى على نار مهيله باش يعني داك البصله وداك الثوم وداك الشيء كلشي يتقلى مع داك الحمى. المرحله الثانيه كيف ما كتلاحظوا عندي الدقيق الابيض الفورس، ضفت له شويه د الملحه، وغادي نضيف له شويه د الماء اللي يكون يعني متقدر يعني دافي، ودي نحاول نخوي وانا كنخلط هاد الخليط هذا. انا غادي نستعمل اليد ديالي باش غادي نعجن كاع هاد العجينه هادي. غادي نستمر شويه بشويه حتى كنعجن داك العجين كامل. بعد ما عجنته على هاد الشكل هكا كيف ما كتلاحظوا غادي نحاول ندلكو مزيان بيديا
وشحال ما دلكتوا الحاجه وعطيتوها الخطر، صدقوني غادي يطلع لكم في بلاصتهم وطلع ما شاء الله. كيف ما كتلاحظوا راني كنعلكها، كنعتذر راني شاده التليفون بواحد اليد وواحد اليد راني نصور بها. من بعد ما شحال ما علكتو غادي نحاولوا ندهنوه بشويه ديال زيت المائده، ودي نحاولوا نوضعوه فواحد الاناء بلاستيكي او زجاجي، ودي نحاولوا نغطوه بواحد البلاستيك سلوفان، وغادي نحاولوا نخليو بالنسبه انايا لهادي غادي نحاول نخليها، يعني خدمت هاد العجينه هادي يعني في الصباح، ودي نحاول نخليها حتى جويت داك 3 4 د العشيه عاد غادي نحاول نخدمها باش غادي تخدم معايا بطريقه رائعه وما غاديش تقطع ليا ودي تستق ليا زوينه بزاف. من بعد كيف ما لاحظتوا يعني من بعد ما دلكتها وداك الشيء هاني وضعتها يعني في هذا الاناء، وغادي ندهن شويه ديال الزيت وغادي نغطي يعني بابي سيلوفان. غادي نترك هذا الشيء فواحد الجانب. من بعد كيف ما كتلاحظوا غادي نجبدو، شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش يعني راني غطيتها بواحد السريبته وخليتها جانبا. شوفوا كيفاش كنحصلوا على هاد العجينه هكا، شوفوا ما شاء الله، اللهم بارك وادمها نعمه واحفظها من الزوال، يعني كتعطيك الطوع ما شاء الله. غادي نحاول تشوفوا معايا، ها انتم شوفوا يعني ما كيتقطع ما والو، راه كيجبد بحال لاستيك، راه ما شاء الله يعني راه تعلك وعطينا له الوقت في العليك ومن بعد عطينا الوقت يعني ترخى على خاطرو وارتاح على خاطرو. من بعد غادي نخدموا به كيف ما كتلاحظوا. غادي نزول العجين كامله، هذا هو الشكل اللي كيعطيني. من بعد غادي ناخذ واحد بلاطو غادي ندهنو بزيت المائده، وغادي ناخذ داك العجين غادي ندهن يدي بزيت المائده، وغادي نقطع كويرات صغارين على الشكل مشماشه. انا غادي نحاول نقطع عيني ميزاني، ومن بعد عادي نحاول نزيد نقسم داك الكويرات كيف ما كتلاحظوا شحال نبقى يعني نحط حتى التالي، وغادي يعني نشوف يعني اللي شويه كبيره ولا غادي نحاول نقص منها شويه. المهم انا ما حسبتش شحال عطاتني من وحده، ولكن تبارك الله راه خرجوا لي ما شاء الله يعني كميه كبيره. من بعد غادي نحاول نخليه واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 دقائق يرتاح جانبا، بعد ما غادي نغطيه بالسلوفان. ومن بعد غادي نحاول نكثر المريميطه ديالي، غادي نحاول نضيف لها واحد نصف لتر ديال الماء، ودي نخلي داك الدجاج يعقد على خاطرو ويطيب على خاطرو. من بعد غادي نحاول يعني نبقى نبسط العجينه غير باليد ديالي، ندهنها بشويه ديال الزيت ودي نحاول نبسطها. غادي نشعل على مقيله ديال الفراح، مقيله ديال المسمن، وغادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت، ودي نحاول نبقى نبسط العجينه يعني على شكل رقيق جيدا، وحاولوا تبقى تبسطوه حتى مع الجوانب الاخرين يعني حتى كترجع بحال شكل ورق. غادي نحاول نطيب وحده مور ثانيه حتى كنسالي، ومن بعد ما غادي نحس داك المريميطه انها طابت وتشحرت غادي نقص عليها ونخليها تزيد تشرب على خاطرها وتزيد تعسل داك المريق. من بعد غادي نحاول نكمل هاد الكميه كامله ديال هاد الوريقات هادو اللي كتلاحظوا معايا اللي كنوجدهم. غادي نطيب شحال ما غادي نطيب من وحده وانا كنغطيهم بواحد بابي سلوفان. عرفتوش علاش؟ حيت باش ما كيبسوش، كيبقاو رطبين وكيبقاو زوينين وكيبقاو شادين راسهم ما كيتكسروا ما والو، كيجيكم بسهوله رائعين. من بعد ما غادي نطيب كامل داكشي ونكون غطيته وساليته، باش غادي نحاول نقدم هذا الطبق هذا ديالنا تاع الرفيسه العمياء او لا الرفيسه اللي عندها العينين، ما عرفت انا واش عمياء ولا ما عمياش. المهم خليوا لي في الكومنتير واش عمياء ولا عندها عينيه. المهم هذاك الساعاتي غادي نحاول
من نبغي نقدم غادي نحاول نسخنهم كاملين، غادي نقص البوطه وغادي نوضعهم على داك المقله وغادي نحاول نسخن هكا ب3 ب4 وغادي نحاول نلفهم وغادي نبقى نقطعهم بالمقص مباشره من بعد ما غادي نسخن داك المريميطه ديالنا اللي تشحرت ديال الرفيسه. من بعد غادي نقدمهم وصراحه نتمنى تعجبكم. الى عجبكم هاد الطريقه هذه الله يجازيكم بخير، خليوا لي شي تعليق في الكومنتير، جزاكم الله كل خير. ومرحبا بجميع الاخوان والاخوات، كنحييكم وكنشكركم بكل قلبي على تعليقاتكم الزوينه وعلى دعمكم ليا، وكنشكركم بكل قلبي الاخوات والاخوان اللي كيوضعوا واحد البصمه واحد المشاهده. الله يجعلها في ميزان حسناتكم، والله يرزقكم الجنه ونعيمها ويعطيكم ما كتمناو، والله يرفع مقامكم وشأنكم يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. وما تنسونيش بواحد الدعاء ديالكم، جزاكم الله كل الخير وبارك الله فيكم. كنشكر الاخوات والاخوان اللي التحقوا بهذه القناه هذه، ما تنسوناش بواحد البصيمه وبواحد التعليق زوين وبواحد المشاهده، وعافاكم الى ما تحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش ينال الفائده الجميع، وان شاء الله الرحمن الرحيم نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنحبكم في الله جميعا. كنشكر جزيل الشكر كل الاخوان والاخوات اللي كيتبعوني من داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكركم من كل قلبي، الله يجازيكم والله يرفع مقامكم. تحية كبيرة لكل أخ وكل أخت وضع بصمة وتعليق وشجعني، الله يجعلها في ميزان حسناتكم والله يقدركم ويرفع مقامكم. وتحية كبيرة لواحد المجموعة، مجموعة الصدق والتعاون، مجموعة قلب الإسلام وأخونا أتوميكس. كنشكركم جزيل الشكر على كل دعمكم ليا وعلى تشجيعاتكم ليا وعلى كل مساعدة اللي كتساعدوني بها، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. وكنشكر الجميع الإخوان والأخوات، ناس التعاون والإخلاص وناس الصدق والتعاون، مجموعتنا مجموعة الصدق والتعاون. كنحييكم بكل قلبي وكنتمنى لكم مسيره موفقه في الحياه ديالكم، الله يعطيكم ما كتمناو في الحياه ديالكم، والله يسعدكم دنيا واخره، والله يرزقكم ما كتتمناو، والله يخلي لكم صحيحتكم ويخلي لكم والداتكم ووالديكم وما عز عليكم. وكنحبكم في الله وكنتمنى لكم مسيره موفقه في حياتكم، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما عندوش وليدات الله يرزقه وليدات ويرزقه الذريه الصالحه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها له. كنتمنى منكم دعاء ليا، الله يجازيكم بألف خير. وتحياتي لكم وكنشكركم وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال اعجابكم. ولا عجبكم شي فيديو يعني اخر ولا ممكن يعني اي حاجه هكا، شي فيديو ولا حبيتوا شي حاجه ولا خليوها لي في الكومنتير. ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكنشكركم وكنتمنى لكم حياه سعيده وفي رعايه الله وحفظه. نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخر وما تحرقوش المراحل. تحيه لكم من كل قلبي، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.